السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي يوميات طبيبة بيطرية. اليوم اتصلوا بي من إدارة الغابات بمعتمدية المتلوي، بحكم أنا شادة زوز معتمدية المتلوي ومعتمدية القطار من ولاية قفصة. اتصلوا بي إدارة الغابات. الموضوع هو وجود جثة على الطريقة الصحراوية الرابطة بين المتلوي وولاية توزر. دونك لهنا في الحالة هذه يقع الاتصال بالطبيب البيطري المباشر، وذلك لمعاينة الجثة. وبيان سور باش نعرفوا سبب النفوق، باش نجم أنا نحرر شهادة في الغرض، شهادة في نفوق الحيوان. دونك معناتها دوب ما اتصلوا بيا مشيت، عاينت الجثة باش نجم نحرر شهادة النفوق. مي لهنايا فما إجراءات طويلة وإجراءات معناتها مسربسة، نجم نقولوا انتر بارونتيز، على خاطر وراء الضباع بالذات أسرار. دونك الضباع راهو يعتبر ثروة حيوانية على ملك وزارة الفلاحة، مالغري هو معناتها سي ان انيمال سوفاج ويعيش في البرية، مي يعتبر ثروة حيوانية على ملك وزارة الفلاحة. دونك لهنايا جابوهولي لإدارة الفلاحة، خلية الإرشاد الفلاحي بالمتلوي. ولهنايا نلقى جماعة الحرس والغابات يستنوا فيا باش نجم نعاين الجثة ونعطيهم شهادة النفوق. وبعدها لهنا يصير عملية الإتلاف وفق التراتيب المعمول بها. فما إجراءات طويلة، وبيان سور فما سبب وراء عملية الحرق والدفن متاع الضباع. دونك ماهوش بأي طريقة يقع إتلاف الجثة. شوفوا للفيديو وتفرجوا معايا لنهاية الفيديو. وين هو أمين؟ جيب لنا دي غون أمين. قلتي؟ شوفي الضربة في راسه، هذه ضربة، هذه ضربة، هذه ضربة، هذه ضربة أخرى، هذه كعبة، هايجي هذه كعبة، 1 2 3 4 تعالي هذه كعبة، رشي نشوف ما سي أمال لهنا فما تيومور ماس تيومورال. ركزي على ضربة الراس، هي ضربة الراس هي اللي عملت له ايموراجي سيريبرال. نحط الخشمة ايه خرج من الراس. باهي هو عنده ماس تيومورال، ما مشي سبب الوفاة. سبب الوفاة هذه باهي دماغ، عملت لها نزيف في الدماغ. هذه ثلاثة. قداش نضرب؟ احنا قلنا 4. واحدة غادي 2 3 4 5
باهي. نمشي نعمل رابوري في البيرو. نطلعوه في الكهرباء. اي لهنا بعد المعاينة تبين اللي الحيوان معناتها وقع إطلاق رصاص عليه. جاته 5 طلقات نارية مختلفة معناتها في البلايص الكل من جسمه. سيرتو عندها ضربة في الراس هي اللي أثرت خاطر عملت له نزيف. وبقية الطلقات النارية صارت معناتها في مختلف أنحاء الجسم، في الرقبة، في الرأس، في الرجل من تالي. عنده ماس تيمورال ما كانتش هذيك سبب الوفاة. المهم تبقينا لهنايا السبب الرئيسي هو إطلاق النار العشوائي من قبل صيادة، على خاطر عمرها للفوري معناتها الغابات في كإدارة تونسية معناتها ما تطلقش النار على الضباع. دونك اللي هم صيادة اللي عندهم البندقية الصيد من غير رخصة هم اللي قاعدين يلوجوا على الضباع. وعلى فكرة وراه قصص كبيرة ياسر، ومعناتها وطلع سيدي غالي، يتباع غالي 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 برشا، يلوجوا عليه برشا من دول الخليج ومن دول المغرب. علاش؟ كما تشوفوا في عملية الصعيكة الإتلاف هزوه في الصحراء وباش يحطوا فوق منه العجالي وبعد يحرقوه. وما يخرجوش وما يروحوش كان يتأكدوا من عملية الحرق 100% معناتها. ديجا تو تشوفوا من بعد قداش العجلة حطوا فوق منه باش يتأكدوا اللي هو باش يتحرق ويولي رماد. يجوا يا سيدي من الخليج ومن المغرب جدي بيان والخليج يلوجوا على الضباع ويصيدوا في الضباع، على خاطر الجلد متاع الضباع ما يخليش. سورتو نحكي على تجار الممنوعات وتجار الأسلحة، الجلد متاع الضباع ما يخليش الأشعة الفوق بنفسجية. سامحوني كل مرة نجي باش نعمل مونتاج يقصوا عليا صغار الله غالب. اطلع يا سيدي جلد الضباع ما يخليش الأشعة تخترقه. يعني تجار الممنوعات والأسلحة يحبوه الجلد هذا يخدمهم عاد. عجل خلينا نخلي شو من قال فيها تمشي باش ما نمشيش لنا الدخان فوق العجل نحاول اسمع دز وخليه يقلب هكاك هي لا نجيب العجل الثاني لا نجيب العجل تحت العجل من هنا اسمع تو ولاو راس بعد كيما هو قلت لك مش نحكي لك يقلب راس شو يقلب راس طلع راسك طلع راسك حتى تجي العجل ما يصيرش اسمع قص عليه من راسه خليه يطلع لفوق نقول لك مراويز متقلب هكاك طلع ولا هكاك هكاك بشوي خليه هكاك لا خليه هكاك خليه فوق يعني هكاك يا ودي ما تدزوش خليه في العجل خليه هكاك يا ولد العجل لازم شوي ما تدزوش قلت لي تيوخ مش تيوخ قلت لكم ما يحب لك والله سايب سايب خلي اليد مش سايب هكاك اعطيه شوي صوص اعطيه تو اعطيه شوي صوص. شفتوا هنا عملية الإتلاف كيفاش صارت، معناتها الناس الكل حاضرة لعملية الإتلاف ويلزمها تصير على أحسن وجه كما تشوفوا. وديجا شدوا برشا وقت في عملية حرقان الجثة. بيان سور الأساطير تختلف زادا حول الضباع في استعمالاتها، فما برشا استعمالات أخرى أما أنا نتصورها أساطير بصراحة. زادا فما أسطورة تقال اللي النمل ينجم ياكل الجثة الكل ما عدا طرف من مخيخ الضباع ما ياكلاش النمل. مانيش عارفة أنا نتصورها أساطير يعني، أما هو مطلوب بالباهي سورتو في دول الخليج والمغرب.
سعيد بعد نحو الاكتاف ونعملوا الغرنوق باش ابراهيم زعما نبعدوا عليه ها علاش ما يطرشيش؟ بالنسبة للفيديو متاع اليوم شاهدتوا معايا جثة الضباع وأسباب النفوق متاعه، شنو اللي خلاه يموت، اللي هي إطلاق رصاص معناتها بصفة عشوائية من قبل صيادة، وبعدها عملية الإتلاف اللي صارت بالمشاركة مع الحرس وأعوان إدارة الغابات مشكورين جدا، سيرتو جا نهار سخون وقايلة والشمس حارة ووقفوا برشا في السخانة. مشكورة سمية معايا التكنيسيان اللي معايا، هي صورت لي بالنسبة لعملية الإتلاف. وصلت لنهاية الفيديو، نقولكم إن شاء الله في أمان الله، وإن شاء الله في فيديو جديد.